حالته صعبة جدا ومحجوز في المستشفى. دعواتكم لآدم ابن تامر حسني وبسمة بوسيل. ايه حقيقة اصابته بمرض صعب وخطير؟ وبسمة عملت ايه اول ما اتحجز في الرعاية المركزة؟ في البداية خلينا نقول لكم ان الفترة اللي فاتت العلاقة بين تامر حسني وبسمة بوسيل رجعت تبقى حلوة. مش بس كده، ده طلع وقال ان نفسه ان الزعل اللي بينهم يخلص ويرجعوا لبعض، وناس كتير كانت مبسوطة ليهم. بس فجأة حياتهم اتحولت لجحيم، وده بعد تدهور الحالة الصحية لابنهم آدم ودخوله المستشفى. بسمة نشرت صورة لابنها في الرعاية المركزة وطلبت من جمهورها الدعاء ليه بالشفاء، وقالت أرجوكم ادعوله يا رب اشفي ابني. وكتير بيسأل عن مرض ابن تامر، وناس بتقول عنده فيروس خطير جدا، لكن الحقيقة ان تامر وبسمة مش راضيين يتكلموا عن حالته الصحية، ومش سايبين ابنهم لحظة، وبيتواصلوا مع أكتر من دكتور